مرحبا بكم في مطبخ صالحات اللي موجود لكم وصفه صيفيه وهي ترند سلطه بطاطا بطريقه جد بسيطه. اول حاجه نعملوها، حكمت الطنيجه ديالي ولا الكسرونه، حطيت فيها 4 حبات حتى 5 حبات بطاطا متوسطين، نحطهم يغليو، ندير لهم شويه تاع الملح ما يغلوش صامتين، ندير لهم شويه تاع الملح برك ونحطهم. كي طيب لي البطاطا نرجع لكم بحول الله، ما نخليهاش طيب لكم بزاف. انا هذيك البيضه يعني عسيتها مي بصح طابت لي شويه بزياده، فما تخليهاش طيب لكم زياده. ندير عليها الفلفل الكحل، ندير عليها مغرفه تاع كري، غرفه صغيره تاع كري باش تعطيني هذاك الاحمرار. ندير عليها شويه تاع الثوم بودغ، مغرفه صغيره تاع ماريني، الماريني نديرها الدجاج. واخر حاجه نديرها هي فنجان تاع زيت الزيتون، يعني ما يعادل واحد الغمس مغارف كبار. ونبدا نديرها كيما راكم تشوفوا هكا، نخلطها، غير ما حبيتش نخلطها لانه خفت الزيت زيت. دوكا نحكم سنيوه نفرخها فرشه بابي كويسون، نزربعها كامل كيما راكم. جبنا نديرو، لازمش نديرو وحده فوق وحده، هذيك نزربعوها. ولازم هذيك زيت الزيتون تغلف النكهه من هذيك البطاطا. شعلت لها الفرن تاعي من قبل واحد ربع ساعه من قبل، نديرها 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، نشعلها من تحت ونزيد نحمرها من الفوق، ونرجعوا نكملوا التتمه تاعنا بحول الرحمن. اناء يكون كبير، عندي فيه خيار مقطع رقيق، حبه خيار حبه طوماطيش، كل واحد يدير على حسب البطاطا اللي دار. عندي هنا نص حبه تاع بصل تانيك مقطعه، شويه مايس وشويه زيتون كوبي، تقدروا ديروا كورنيشون، ديروا اي حاجه عندكم تفضلوها. ولا واش نزيد عليهم؟ نزيد عليهم هذيك البطاطا، هذيك البطاطا اللي طابت لي وتقرمشت لي كي دخلتها الكوشه، يعني جات ما شاء الله. نخلط انا هاد البطاطا ديالي ودوك نحضروا مع بعضنا الصوص اللي رافقها معاهم. نجيب الطاس تاع البغا تاعي، نحط فيه 2 مغارف تاع فروماج، اي فروماج عندكم. نزيد 3 مغارف تاع زيت الزيتون، 1 2 3. عندي هنا 2 سنينات تاع الثوم، عندي سنينات صغار. عندي على راس المغرفه تاع الموتارد، هذيك شويه ماشي حاجه ماشي بزاف، هذيك على راس تاع المغرفه. ندير التوابل اللي درتهم في البطاطا، نزيد شويه فلفل الكحل، 1 ياغ ناتور، ونميكسي كامل بالبغا. نزيد عصره تاع القارص ونبدا ميكسي بسم الله. حصلت عليها هايليك، جات ما شاء الله، الذوق تاعها جا يهبل. ندير هنا نصف الكميه ونخلط كيما راكم تشوفوا. واحد يعني واحد الشلاضه ما شاء الله. على بالي كحديروها المره الاولى تعاودوها وتعاودوها. هايليك دوك نخليها نحطها لكم في صحن تقديم بحول الرحمن. ما شاء الله الذوق ما نحكي لكمش، كي تجربوها باش ترجعونا الخبر. ما تنسوش حبيباتي تجربوها بهذه الطريقه البسيطه. ما تنسوش تدعموني، ديروا لي جيم، متابعه القناه، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديدي ولا وصفات اخرى بحول الرحمن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.